لو قلتلك إن اللي قدامك دي دولة لها رئيس وسكان وعلم ونشيد تقول عليها مجنون مش كده؟ أهلا بيك في دولة سيلاند، الدولة المجهرية. دولة مساحتها 550 متر مربع وعدد سكانها بيتراوح بين 25 ل 27 شخص. والدولة كانت عبارة عن جزيرة صناعية بناها الجيش البريطاني كقاعدة حربية في الحرب العالمية التانية، لكن ضابط في الجيش سكن في القاعدة مع عيلته سنة 1967 وأعلنها دولة مستقلة بما إنها موجودة في المياه الإقليمية ومش بتاعت حد. والضابط عين نفسه ملك وزعم إن الجزيرة دي دولة صاحبة نظام ملكي موروث، وأهل الجزيرة بيتكلموا اللغة الإنجليزية وعندهم عملة خاصة بيهم اسمها دولار سيلاند، وطبعا عندهم نشيد وطني وطوابع بريدية، وأكيد عندهم علم خاص بيهم. واعترفت ألمانيا بسيلاند كدولة لما أرسلت بعثة دبلوماسية ليهم، وبعدها قبلت بريطانيا باستقلال سيلاند. وفي 2002 كان عدد سكان دولة سيلاند حوالي 27 شخص، لكن في 2006 حصل عطل كهربي وحصلت حريقة وبقى عدد سكانها حوالي 5 أشخاص فقط. وفي بداية 2007 تم عرض الدولة للبيع.